السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حلقة السميد بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة، وان شاء الله مش مكلفة خالص خالص. حاجة كده سهلة تعمليها لضيوفك، لصحابك، لأولادك. حاجة مش مكلفة خالص خالص. زي دايما ما بوعدكم في كل وصفاتي، بحاول بقدر الإمكان إن نختار مكونات متواجدة في كل بيت. يلا بينا كده نشوف الحالة التحفة اللي قدامنا السهل جدا ده عملناه ازاي. يلا بينا على المقادير. معانا كده أول خطوة هعملها معايا تلت كوب من السكر كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حطيته في إناء كده. دي كده اول خطوة هعمل الكراميل بتاعي. زي ما قلتلك ضفت السكر وهنزل كده على السكر بمعلقتين 2 من المية. بصي بالمعلقة دي كده، معلقة الطعام العادية جدا، وهرفعه كده على النار. بصي انا مش هنزل فيه المعلقة، بصي انا هسيب المية كده تسرح في السكر من غير ما اضيف او احط المعلقة في السكر بتاعي، عشان ما الكراميل بتاعي يطلع ناجح. خلي بالك من النقطة اللي انا بقولك عليها دي عشان ما يسكرش معاكي كده. زي ما انت شايفة، شوفي اللون ده كده كده. لما احس ان هو كده من الجناب، بصي بدأ اللون يعني سنة بسيطة يتغير كده. بقى هبدأ انزل بالمعلقة بتاعتي في الكراميل. قبل كده يا ريت، لا يعني بلاش قبل النقطة دي بالذات تنزلي بالمعلقة علشان يطلع ناجح معاكي جدا. كده هفضل اقلب بالطريقة دي كده بالشكل ده. هستمر في التقليب. بصوا اللون معايا ما تشيليش ايدك منه، وناخد من الاطراف لجوه، من الاطراف كده لجوه. نلم الاطراف لان الاطراف اكتر بتاخد لون اكتر من النص شوية. ده كانت النتيجة بتاعته معايا. بصي الفرق ما بين الكراميل الناجح طعمه حلو والكراميل اللي طعمه ممرر لحظة واحدة، مش اكتر من لحظة. فكده لونه معايا زي ما انت شايفة كده. الشكل دايما اقولك بيتكلم عن نفسه كده. ده لونه اللي انا عايزاه. بصي كده بالشكل ده. وهبدأ اخده على القالب بتاعي اللي انا هستخدمه، وهنزل بالكراميل بتاعي فيه. طيب ينفع حاجة تانية غير القالب ده يا أم ملك؟ ينفع طبعا، ينفع بايركس، ينفع طبعا. بس نصيحة، البايركس لما تيجي تنزلي بالكراميل فيه لازم يكون مش على رخامة ساقعة. اوعي تحطي البايركس على رخامة ساقعة وانتي بتنزلي بالكراميل. يعني يستحسن تحطيه على فوطة بتاعت مطبخ، طبعا تكون ناشفة مش مبلولة ابدا، يا اما على الفلانشة اللي احنا بنقطع عليها الخضروات بتاعنا. يعني ممكن اي حاجة تانية غير القالب ده نعمل فيها المتوفر عندك. ما توقفيش نفسك على اي حاجة ابدا. بس انا حبيت المرة دي ان انا اعملها، الحالة ده حبيت اعمله في القالب ده. لكن لو مش متوفر عندك ولا تشيلي اي هم خالص، اي حاجة متوفرة عندك ماشي الحال نقدر نستخدمها. بس قلتلك حذاري تحطي البايركس على رخامة ساقعة وانتي بتنزلي بالكراميل فيه. يبقى زي ما قلتلك لو استخدمنا بايركس نحطه على فوطة مطبخ ناشفة او الفلانشة اللي بنقطع عليها الخضروات بتاعنا. تاني خطوة معايا كده 3 كوب من الحليب،
و3 معالق من الكاستر، ونص كوب من السميد او اللي هو دقيق البسبوسة حسب ما بنسميه، وكده نص كوب من السكر، وطبعا السكر ده حسب الرغبة، وكيس واحد فانيليا. معايا كده حلة كل ده على البارد. خلي بالك نزلت بالحليب بتاعي والكاستر، 3 معالق كاستر زي ما قلتلك، ودي كده رشة الفانيليا بتاعتي، السكر والسميد بتاعي نزلت بيه، وهبدأ أقلب كده بالشكل ده. كل ده خلي بالك أنا على البارد، ما رفعتوش لسه خالص على النار، كده بالشكل ده. وهبدأ أقلب. أنا ما رفعتش الحلة بتاعتي لحد المرحلة دي على النار، تقليبي وكل المقادير بتاعتي اللي أنا قلتلك عليها، السكر، دقيق البسبوسة، الحليب، الكاستر، الفانيليا، كده حطيته على البارد. وهبدأ بقى أرفع الحلة بتاعتي كده على النار بالشكل ده كده، وإيدي ما تتشالش منها نهائي، هفضل أقلب باستمرار. بصي النار نار متوسطة، مش عالية قوي ولا هي يعني هادية قوي، نار متوسطة. وهبدأ بقى ايدي ما تتشالش منها خالص، هبدأ اقلب. بصي كده، مضرب يدوي عادي مش متوفر عندك، بس المضرب اليدوي ده متوفر في كل بيت. نبدأ نقلب كده بالشكل ده باستمرار، ما نشيلش ايدينا منها، عشان احنا عايزين القوام الكريمي التحفة ده. وعلى فكرة انتي هتحبي قوي قوي ان انتي تقلبيها، لان ريحة الفانيليا فيها ريحتها جميلة قوي قوي قوي. بصي بالشكل ده كده، ما نشيلش ايدنا منها عشان تدينا القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. طبعا انا معاكي خطوة بخطوة لحد ما اوريكي احنا هنوصل لأني قوام بالظبط. شوفي اهو كده بدأ القوام يتقل معايا سنة بسنة سنة بسنة. هوريكي القوام المطلوب دلوقتي. يا سلام عليكي يا ام ملك، ولا اروع ولا احسن ولا اسرع من كده. يعني انا ما شفتش حلا سهل وسريع تتشرفي بيه قدام ضيوفك واصحابك او مع اولادك كده اسرع من كده، حاجة ولا اسرع من كده ولا افخم من كده بصراحة. شوفوا ده القوام المطلوب. بصي كده، شوفي القوام انا بوريهولك. بصي ازاي ببدأ الف برضو تاني كده بقى بمعلقة، يعني مضرب سلك متوفر عندك تمام، مش متوفر عندك المضرب اليدوي اهي كده بمعلقة عادي جدا ممكن نوصل برضو للي احنا عايزينه. ده كده القوام المطلوب. بصي حاجة كده ولا اروع من كده ولا اسهل من كده. هروح بقى على الكراميل اللي انا عملته معاكي بكل تركاته، وهنزل بالخليط بتاعي اللي انا عملته على الكراميل. يا سلام على لحظة السعادة، مش قادرة اقول لكم الريحة بجد تحفة، بجد والله الريحة حكاية، ولا اسهل من كده. بالشكل ده كده هجيب ورقة من الفويل العادي، وهبدأ أقفل على القالب بتاعي كده كويس بالشكل ده كده. قفلته كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. عندي هنا صينية أو طاسة كبيرة أو أي حاجة تكون بس أكبر شوية من القالب بتاعي. ضفت فيها كوباية واحدة من المية وحطيتها على النار لمدة قد ايه بقى يا ام ملك على النار؟ لمدة 7 دقايق. تمام. بعد كده شلت الورق الفويل وحطيته في التلاجة لمدة 2 ساعة بعد ما برد، وهقلبه معاكم بقى. شوفوا لحظة، يا سلام يا سلام، ايه ده، ايه الجمال ده. بصوا هي عاملة كده
من تحت يعني الفتحات دي علشان هي كانت سخنة ونزلت على الكراميل. برضو ليه بقولك احنا دي سببها ايه. تمام. وقطعتها كده معاكي بالشكل ده. التزيين ده بقى حاجة حسب الرغبة، هي مش محتاجة تزيين بصراحة، يعني هي شكلها كده بيتكلم عن نفسه، دايما اقولك الشكل بيتكلم عن نفسه. ده كده كان الفيديو بتاعي. بصي ناعمة جدا جدا جدا، ولا احلى من كده ولا افخم من كده. ده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا حلوين يا اغلى متابعين في الدنيا كلها، بحبكم جدا 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 في الله. ده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبكم الفيديو النهاردة فضلا وليس امرا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان